فيديو مهم جدا ان ازاي تغيري العد التنازلي. بدل ما يكون العد التقليدي بتاعك العادي، انت بتقدري تغيري. بتخشي على تسجيل الدخول لاستوديو يوتيوب، بتدخلي على اول كلمه اللي هي تسجيل الدخول، بعدين بتضغطي على ايقونه قناتك، بتدخلي طبعا على القناه بتاعتك. انا قصيت الحتت اللي فيها التحميلات عشان ما تزهقوش مني، انا دخلت لكم على طول. بتدخلك بتجيلك اللوحه دي، بتعملها اغلاق، ما انتش عايزه منها حاجه. لو انت حابه فيها اي حاجه اللي هي المفعله واللايكات والحاجات اللي هي بتظهر دي، انت لو انت حابه اي استفسار كلميني، وانا هحط لك في التعليقات اللي انت عايزاها. هي مش قناه تعليميه يا جماعه، بس انا حبيت اوضح لك ازاي تعملي عد تنازلي مختلف عن العد التنازلي التقليدي. انا ضغطت على الفيديو بتاعي، لازم يكون عرض اول، هو مكتوب عندك عرض اول اهو، ضغطت عليه. هنا في بيكون مكتوب علامه الزائد، تحتها اهو عرض الاول، تحتها علامه زائد اعدادات العرض الاول. انا عندي هنا ترجمه كمان، خلي بالكم دي حاجه جديده نزلت جديد، بدل ما كنت بترجمي يدوي اليوتيوب سهلها لك. يعني بتقولي ترجمه وبتقولي تم، انتهى الفيديو، بيجي معاكي مدبلج تحت، يعني كل اللي انت بتقوليه مكتوب تحت في الشريط. هنا انا دخلت على علامه الزائد تحت كلمه اعدادات العرض الاول، اعدادات العرض الاول جنبها علامه زائد، فدخلت هنا. هنا التقليدي اهو، هنا انا الاول عملت دقيقه واحده، العد التنازلي بيكون في العاده دقيقتين، في ناس ممكن تسيبوا 3 4 على حسب. يعني لو سامعين اهو، انا هنا بسمعكم حتى الاصوات. يعني في بقى المظهر مشرق طبيعه، في حاجه على حسب اختيارك وعلى حسب ذوقك للفيديو. يعني لو الفيديو طبخ يعني اهو تقدري مثلا تحطي حاجه زي كده، بحبه انا، ده جميل. وعندي كمان اللي هو الالهام ده، انا هسيبه اهو هدوء، مش هدوء خالص. فعندك كتير، انا مش حابه ان انا انت خشي ودوري كتير. ده لو انت عامله مثلا، ده لو انت عامله مثلا حاجه رعب، مثلا قصه مش عارفه ايه، في معاصر، في تقليدي، في هادي، في مفرح. انا اخترت الالهام. انا بحاول اسمعكم بس الحاجه كلها، بس ايه، انت لو دخلتي هنا هتفهمي الحته دي على طول. يعني هتعرفي ان الاصوات المختلفه عن بعضها، وهتقدري ترشحي الفيديو او الموسيقى اللي تحبيها. ده جميل برضو جدا، ده للطبخ حلو قوي، ده للطبخ، ده جميل جدا ده. المهم لو انت حابه ان انت تعملي العد التنازلي دقيقه، بتقدري تاخديه من الكلمه اللي هي تحت مظهر العد التنازلي، وبتختاري العد التنازلي اللي يعجبك. انا اسفه لو طولت، بس انا حبيت اسمعكم الموسيقى كلها. انا خلاص اخترت ده اهو، اهو جميل، اهو جميل. اخترت انا ده علشان انا عامله فيديو البطاطس، وكمان انا هقدر هنا اعمل اضافه مقطع تحت برضو في نفس قبل ما اقول حفظ. هنا اقدر اعمل مقطع اللي هو المقطع القصير ده، المقطع دعائي، بعمل اضافه وبروح اختار المقطع، بيجيب لي هو الفيديوهات بتاعتي القصيره لوحدها. بختار الفيديو اللي انا حباه من الفيديوهات القصيره وبحطه. هنا في عرض المزيد. والله يعني التحميل من هنا مهم جدا. بيقول لك الفيديو معدل او لا، بتقولي لا طبعا لو هو مش معدل. لو هو فيه ذكاء اصطناعي بتقولي لا برضو، لان هو يوتيوب بيقترح الذكاء الاصطناعي. هنا بتحطي كل العلامات او الحاجه اللي بتدل على الفيديو. بتكتبي مثلا، انا بكتب مثلا تخزين بطاطس مثلا، على اساس ان هو لما يجي في البحث حد بيطلب تخزين بطاطس ممكن يجي الفيديو بتاعي، لان انت مقترحه او حاطه الكلام اللي بيتكلم عن الفيديو في الوصف هنا، او في صندوق العلامات هنا. في تحت كمان تقدري كمان تختاري السماح، لو اللي عمل ريميكس بالصوت او بالصوت والفيديو، او عدم السماح. يعني لو انت مش حابه حد ياخد الصوت بتاعك، هو عموما يوتيوب اللي بيقترح ده دلوقتي. يعني بيكون عندك هنا الاشخاص والمدونين، تختاري مثلا الفيديو بتاعك مثلا بيتكلم عن ايه، تعليم، سياسة، حيوانات، سفر. بتختاري هنا دي مهمة جدا عشان بيترشح الفيديو بتاعك في المقاطع دي. كمان انا كنت بقول ايه،
يوتيوب دلوقتي هو اللي بيقترح الصوت. يعني لو انت قلتي سماح للصوت بتاعك، لما بنيجي نعمل فيديوهات قصيره بنعمل اضافه صوت من فوق كده، بنختار اضافه صوت، ممكن تلاقي صوتك جوه، يعني ممكن تلاقي صوتك مع الناس دي. فهو اليوتيوب اللي بياخد صوتك وبيحطه على الفيديوهات القصيره. هنا بنعمل اعاده تشغيل المحادثه، بنعمل المشتركين اي مستخدم او مشتركين فقط. ما تعمليش 5 دقايق، ما تذنبيش الناس، يعني الموضوع مش مستدعي. بتعملي اي وقت، يعني بتضغطي. وبعدين كلمه حفظ قدامكم فوق اهو، انا معلم. بلاش وضع التبطيء ده، ممل جدا ومستفز والناس مش بتحبه. وحفظ وحفظ. خلاص حفظنا الفيديو وراح على القناه. هنجيب اداره الفيديوهات دلوقتي من القناه بتاعتنا، هنلاقيه ان هو عرض اول، ولقيت الفيديو اللي انا حطيته مقطع دعائي موجود، والمحادثة ترجع تتفتح تاني. ووضع المشتركين اهو متفعل. شكرا جدا لحسن المتابعة والمشاهدة. مع السلامة.